شاب عراقي يتعرف على بنية خليجية عن طريق لعبة البوبجي، وشوفوا بعدين الصدمة صارت وياه. قصة واقعية. قبل لا احكيها لكم خلي لي 5 حركات اكسبلور على هذا الفيديو حتى غيركم يشوفه. اسمع. طبعا هذا الشاب من اهالي الناصرية يروي له قصته. يقول تعرفت على بنية كويتية عن طريق لعبة البوبجي. يقول بداية تعارفنا البنية وقعت وما حد عالجها، فرحت انا عالجتها على نيتي وعلى فطرتي بدون قصد. يقول البنية تعلقت بي ومن ذيك الساعة صرنا أصدقاء وننزل سوا باللعبة. يقول طورت علاقتنا ورحنا على برنامج الواتساب. يقول صارت علاقة قوية بيناتنا، فالبنية أنا حبيتها وهي حبتني. بعدين طلبت من عندي أجي أتقدم لها. يقول أنا حالتي المادية كلش تعبانة والوحيد الأهلي. بايب قلب القصة بعد بها تفاصيل وحلوة وتفوتكم مش صداقة. فقمنا ننزل باللعبة ونلعب سوا. المهم إلى أن طورت علاقتنا وصارت صار بيناتنا حكي على الواتساب. انتقلنا للواتساب. يقول البنية بقيت وياها تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر. يقول البنية حبيتها. يقول تعرفت عليها أكثر. البنية شفتها وقنعت بها، هي هم كذلك البنية حبتني، فأنا اضطريت أخليها تترك لعبة البوبجي. المهم فأنا فاتحتها بموضوع لعبة البوبجي وقلت لها هاي اللعبة ما تبقينها لأن مليانة شباب وتعرفين غيرتي عليك، فما تسمح لي أبقيك فيها، خاف يحجون وياك شباب. المهم فالبنية قنعت بالكلام والخاطر علاقتنا. البنية حذفتها اللعبة. المهم فيقول من هذا الموقف كبرت بعيني. فيقول طورت علاقتنا إلى أن قالت لي لازم تجي تتقدم لي. يقول أنا بالنسبة لي ظروف المادية كلش تعبانة وهم ناس أغنياء وعندهم حتى شركة هناك بالكويت. فالمهم يقول البنية شرحت لها موقفي وقلت لها أنا لا وظيفة ولا شغل، فأنا ما أريد أتفشل ويا أهلك، خاف أتقدم لك وبعدين يرفضوني. فالمهم يقول البنية شرحت لها موقفي وقلت لها أنا لا وظيفة ولا شغل، فأنا ما أريد أتفشل ويا أهلك، خاف أتقدم لك وبعدين يرفضوني لأن أنا ما عندي عمل معين. فالبنية يقول والله العظيم حولت لي فلوس ومبلغ ما تتوقعونه. المهم يقول أنا قبلت منها المبلغ وحاكيت أهلي وفاتحتهم بالموضوع. فيقول أهلي ما عارضونه وقالوا لي البنية ما دامك أنت مقتنع بيها فروح لها وإحنا وياك ونتقدم لها إن شاء الله وإن شاء الله يصير خير. المهم فيقول البنية خافت تحاكي أهلها بالموضوع. يقول قالت له أنا ما أقدر أحاكي أهلي بالموضوع، خاف يكتلوني وما عندنا هاي السالفة مال العلاقات عبر الإنترنت. المهم فيقول أنا انجبرت أروح أخذ رقم أحد من أهلها على مود أحاكي. فيقول أخذت رقم والدتها فراسلت والدتها وشرحت لها الموضوع. يقول والدتها مثقفة وتفهمت علي. المهم فيقول والدتها تفهمت علي وفهمت موضوع وعرفت بأنه أنا جاي من الباب ونيتي شريفة، فحاكت والد البنية. المهم والد البنية هم بس الشغلة الوحدة اللي وقفتني بأنه يريدون أقيم بالكويت. يقول وافقوا وقالوا لي كل شيء جاهز وما عندنا إشكال، بس بشرط تجي تقيم ويانا بالكويت ونوفر لك كل شيء. يقول أنا هذا الشيء وقفني لأن أنا أهلي ما أقدر أعوفهم، ويقول أنا حاليا محتار وأهلي متعلق بهم وأنا الوحيد الأهلي، فمستحيل أقدر أترك أهلي. ففهمتهم بالموضوع ما تقبلوا وقالوا إحنا بتنا ما نخليها تعيش بالعراق وظروف العراق تعبانة، فأنت إذا تريدها صدق تعال وهنا أقامة إلك وإن شاء الله تعيشون هنا. فيقول أنا حاليا متردد، حاكيت أهلي بالموضوع. يقول أهلي بين الموافقين وبين الرافضين لهذا الموضوع، وهو مبين أهلي يقول ما يريدون أروح للكويت وأعيش هناك. يقول أنا حاليا البنية متعلق بها وما أقدر أعوفها وصرت بموقف كلش صعب وأريد نصيحة من متابعينك وأنا أراقب التعليقات. فحبايب قلبي هذا الشخص يراقب بالتعليقات وأتمنى منكم تقدمون له نصيحة عسى ولعل تفيده ويطلع من هاي المشكلة اللي هو بيها. فاللي عنده نصيحة يقدمها له. والسلامتكم.